مجموعة من القراء الشغوفين بالمعرفة دفعهم إلى تحويل منزل في حي أور بمدينة الناصرية إلى مكتبة مجانية تضم 30,000 كتاب بعناوين مختلفة توزعت بين السياسة والاجتماع والاقتصاد والأدب، فضلا عن نوادر قصص الأطفال. تمثل مكتبة بلاد ما بين النهرين في الناصرية مركز إشعاع. هذا الإشعاع هو النور، النور نور الكتاب، النور نور المعرفة، النور نور العقل، إضاءة العقول بقراءة تلك المصادر المختلفة بالثراء العلمي لأبرز العلماء في العراق، في الوطن العربي وفي العالم. أنا أشكر المؤسسين لهاي المكتبة، مكتبة جدا جميلة من جميع الأنواع والأصناف، كتب علمية، كتب فلسفية، كتب أدبية، اجتماعية، من جميع الأنواع، خصوصا هاي القاعة بها الكتب العلمية جميع الكتب العلمية، فكل القراء اللي من جميع الأنواع يقدرون يجونها. بالإضافة أني أنا شفت أنه هي ملتقى ثقافي بالنسبة لنا كالنساء. ويرتاد هذه المكتبة قراء من مختلف الأعمار والفئات سعيا للانغماس في أجواء القراءة الهادفة بعيدا عن ضوضاء العالم الرقمي وتسارعه ومحتواه الذي يفتقر للتوثيق والرصانة، ويضفي توزيع الماء والعصائر مجانا بعدا إنسانيا يعكس كرم القائمين عليها. الحمد لله وشكرا عفيت، وحبيت استغل العطلة الصيفية بشيء مفيد وجيد ويعود إلي بالنفع. فهاي المبادرة الجيدة، هذه المكتبة اللي فتحت جديدا، يعني حقيقة كل الكتب متوفرة بها، من الكتب الدينية، الكتب الثقافية، السياسية، العلمية، الكتب التاريخية، يعني كل أنواع الثقافات ممكن تلقاها هنا، كل المجالات، وشيء جدا جدا جميل، وشيء يعني أول مرة يطرق بالساحة أو تطوير المجتمع. هواي عرفنا قصص عن الأنبياء وعن هواي أشياء ومفاتيح جنان وقصص وهواي أشياء يعني، وحكم أقوال الإمام علي عليه السلام، هواي أشياء هنا هدوء، ويعني دائما أجي هنا نقرأ إحنا أنا وجماعتي هنا. هي المبادرة الأولى من نوعها في ذي قار، يقف وراءها نخبة من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال جمعهم هدف هو نشر الوعي في المجتمع. ارتئينا ككوادر تربوية في محافظة الناصرية أن نرتاد هذا الصرح العلمي المبارك اللي أنشئ في مدينة الناصرية. بدينا نغذي أفكار تلاميذنا بمختلف يعني المعلومات الفكرية اللي ممكن أن يستفادون منها، خصوصا أنه العطلة الصيفية قادمة، فبدلا من أنه تلاميذنا ترتاد الأماكن العامة أو أماكن الألعاب الإلكترونية اللي ممكن تشتت أذهان التلميذ، بدل ما أنه يروح لغير أماكن أنه يرتاد هذا المكان. ويرى مثقفون أن هذه التجربة البسيطة قادرة على إحداث أثر كبير في نشر الثقافة ودعم المعرفة وبناء مجتمع واع ومثقف. لبرنامج صباح الخير يا عراق، سين الجوراني، الناصرية.